بالنسبه للمقادير تاع السليلو ولا سلو، عندنا هنا كاوكاو تيكون محمر في الفران ومطحون، ما مطحونش بزاف، تيكون مهرمش بحال هكا. عندنا الجنجلان محمر حتى هو تنخليوه مهرمش واحد شويه. عندنا الجلجلان اخر ما مطحونش، غادي نزيدوه في الاخير. هنا اللوز محمر في الفران حتى هو مهرمش. بالنسبه للإلان كنحمروه وضروري نغربلوه. زريعه الكتان حتى هي محمره ومغربله. عندنا هنايا الصوجه كنحمروها في الفران من بعد كتغربل. عندي هنايا النافع، المقادير غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. هنايا كاينه حبه حلاوه مع الكوزه مطحونين ومغربلين. هنا عندي تقريبا 125 غرام حتى 130 غرام ديال القمح بالنخاله ديالو. كنحمرو في الزيت، في كاس ديال الزيت ديال العنبه كبير، كنحمرو حتى كيولي هكا بهذا الشكل هذا، تيجي محمر. هذا الجنجلان محمر كنزيدوه على المقادير السابقه. عندي هنا كاوكاو، تنحمروه في الزيت كيعطي هو التعليكه، تنخليوه مهرمش هكا غليظ. عندي هنا اللوز حتى هو محمر في الزيت، تنسلقوه ونقشروه ونهرمشوه بحال هكا تيبقى غليظ. عندي القرفه كنديروا هذا القياس هذا ديال معلقه ونص. هنايا عندي كيعطيني تعليكه تعجبني نطحنو بحال هكا. كناخذ نص المقادير تاع كاوكاو والنص تاع اللوز كنطحنهم بهذا الشكل هذا، تيجي هكا معلك وكيعطي واحد التعليكه كتجي واعره. بالنسبه للسلو، بالنسبه للزبده كنستعمل هذه النوعيه هذه ديال سونطرال، هي اللي كتعجبني. تقريبا غادي ناخذ كيلو ديال الزبده، وعلى حسب المقادير كنجرب. مثلا كناخذ نص كيلو ومن بعد كنزيد 200 غرام حتى كيتجمع ليا الخليط. واخا كناخذو غير ربعه ولا نص كيلو من حاجه، غادي تلقاو المقادير في صندوق الوصف، ولكن كيجي كتير بزاف. من بعد كناخذوا كاع المقادير اللي عندنا كنحطوهم في واحد الاناء تيكون كبير، كنضيف عليهم الجنجلان صايد، ونضيف عليهم الدقيق. غادي نصور من بعد، غنصور المراحل. اللي كنخلطوا جميع المقادير، داك الزيت اللي بقى ليا فاش حمرت اللوز وكاوكاو كنضيفو. بالنسبه للزبده، اولا ضفنا داك الزيت فاش تقلى اللوز وكاوكاو. ضفت الربعه الزبده، باقي خاصني كنضيف دابا ربعه اخرى، عاد نشوف واش الا خاصني باقي نزيد ربعه اخرى من جديد. بالنسبه للسكر كلاصي تقريبا كنحتاجو بين 300 حتى 500 غرام على حسب المذاق. تقريبا دابا وجدت غادي نكونوا طفنا نص كيلو ديال الزبده مذوبه، طفنا تقريبا كاس ديال الزيت فاش تحمر اللوز وكاوكاو.